كلنا طبعا صحينا على خبر حظر الديسكورد في مصر، فسريعا كده تعال اقول لك ازاي تحل المشكله وتفتح الديسكورد تاني. هتيجي على جوجل وتكتب في البحث 4 وحايد بالشكل اللي انت شايفه ده وتضغط انتر. بعد كده هتختار اول حاجه في البحث وتيجي تختار البرنامج ده، سواء انت كنت بتستخدم الويندوز او لينكس او ماك او الاب ستور او جوجل بلاي لو بتستخدم الاندرويد. طبعا عشان انا بستخدم كمبيوتر فهختار ويندوز. اضغط على سيف عشان احفظ البرنامج عندي على اي مكان على الجهاز. هتيجي تضغط على البرنامج ده كليك يمين وتختار انستول او افتحه طبيعي عادي يعني. هتيجي تضغط نيكست وتثبت البرنامج عادي، لكن انا عشان مثبته قبل كده فمش محتاج اثبته تاني. هنلغي التثبيت. بعد ما تثبت البرنامج بيفتح لوحده وبتلاقيه موجود بالشكل ده تحت الايقونه اللي انت شايفها دي. هتضغط عليه هيفتح لك الشكل اللي قدامك ده. هتضغط هنا هيبدا ان هو يتصل. هنيجي على الديسكورد نفتحه. سبحان الله فتح بسرعه اهو. كده احنا مش محتاجين لبرنامج الفي بي ان ده، هنقفله. خلاص مش محتاجينه. خلاص احنا فتحنا الديسكورد بتاعنا. هتروح على الديسكورد اللي انت عايز تدخل اي روم صوت فيه، وطبعا بعد ما تقفل برنامج الفي بي ان هتستنى دقيقتين 3 كده، دقيقه، وبعد كده تخش الروم هيدخل معاك عادي. هتلاحظ ان كلمه كونكتنج فيها مشكله، لونها بالشكل اللي انت شايفه ده. هتخرج من الروم وتفضل تدخل اكتر من مره لحد ما تشتغل زي ما شفت كده. بس دي الطريقه عشان تشغل الديسكورد، وده الديسكورد بتاعي هسيبه لكم في اول كومنت عشان لو حد حب ان هو يدخل فيه.